السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن صحة واتم حال. كل سنة وانتم طيبين. خلاص كلها يومين وعيد الاضحى ان شاء الله على الابواب. يا رب ان شاء الله يبلغنا عيد الاضحى واحنا في اتم صحة. ان شاء الله النهاردة هعمل لكم الرقاق الناشف او الرقاق اللي احنا بنحط فيه الفتة بتاعتنا. فبطريقة سهلة وبسيطة ومش محتاج انك انت تشتري من بره. ماشي يا حبايبي؟ هنجيب بولة زي كده فيها كيلو دقيق، تمام، وهنجيب معلقة ملح هنحطها على الدقيق. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط المية بتاعتنا، طبعا ملهاش مقادير محدودة عندنا على حسب نوع الدقيق، بس مبدئيا زي كل مرة هنبدأ بكوبايتين وبعد كده نزود. الطريقة بتاعتنا هتكون سهلة جدا. طبعا احنا العجينة بتاعتنا مش هتكون ناشفة قوي ولا طرية قوي، يعني هتكون مظبوطة. حبايبي العجينة بتاعتنا بعد ما عجناها شايفينها بالشكل ده اهي، حلوة كده، لا ناشفة ولا ملزقة. هنسيبها كده نغطيها ونسيبها ربع ساعة تريح، بعد كده نشتغل بيها. حبايبي العجينة بعد ما ارتاحت 10 دقايق او ربع ساعة هنيجي نقطعها كده بالشكل ده كورز. هنجيب صينية كده او اي حاجة عندك مسطحة، هرشها دقيق، وهنجيب اول كرة منها نحطها على الدقيق ونحط على وشها دقيق، ادي تاني كرة. هنخلص بقية الكور كلها واجيلكم. حبايبي بعد ما قطعنا كل العجينة بتاعتنا ادتنا 11 فطيرة. طبعا ممكن انتي على حسب ما تصغري او تكبري القطعة بتاعتك براحتك يعني، بس انا بفضلها بالشكل ده عشان تديني فطيرة حلوة وكبيرة. تمام، تعالوا حبايبي مع بعض نفرد الفطير بتاعنا ونشوف هنعمل فيه ايه. هنجيب دقيق هنرشه كده على الرخامة بتاعتنا، طبعا غسلنا كويس قوي منضفينها. وهنجيب معانا اول عجينة هنحط طبعا معانا عليها الدقيق، هنفرد العجينة بتاعتنا
شايفين حبايبي العجينه بتتفرد معانا بسهوله خالص كده ما شاء الله، عشان عجناها كويس. نجيب كده اول طرف العجينه، شايفين حبايبي الحركه دي، نخبط كده في العجينه عشان خاطر العجينه تبقى حلوه معانا، تتنفخ معانا اول ما نحطها في الفرن. ونحاول نضغط على الاطراف بتاعه العجين عشان ما يبقاش معانا مكلكع وناشف، لا يبقى هش زي بقيه الفطيره. ندوس على الاطراف كده كويس خالص، براحتكم انتوا عايزين تخلوا شكلها مدور، شكلها مربع، اي شكل مش مشكله، المهم العجينه بتاعتنا الفطيره بتاعتنا تطلع حلوه. شايفين انا بعمل لها ايه؟ بمسكها كده واشدها اهو بايدي، بعد ما اخلص خالص كده بايدي كده اشدها اهو كاني بقعد اشد فيها. شايفين فردت جدا، الشده اللي انا بعملها دي بتفرد الفطيره خالص، في نفس الوقت بتخليها اول ما تدخل الفرن بتنفخ كده وتبقى حلوه. ماشي يا حبايبي، هي كده تمام. العجينه بتاعتنا اتفردت حلو خالص كده. هنجيب معانا صينيه بالشكل ده، هنرش عليها دقيق برضو، وهنحط فيها ايه الفطيره بتاعتنا لحد ما نخلص بقيه الفطير بتاعنا. ماشي يا حبايبي، انا هفرد لكم واحده تانية بعد كده نبتدي نسوي الفطير بتاعنا. هنحط برضو شويه دقيق، هنفردها برضو نحط عليها دقيق تاني. هنبتدي نفرد في العجينه بتاعتنا زي ما عملناها المره الاولى، نفس الطريقه اهو، مش تاخد معانا وقت، سهله جدا وما شاء الله بتتفرد معانا بسهوله ومش بتتقطع زي الفل. الفطير ده سهل جدا، يعني محدش يكسل منه، يعمله في البيت سواء هو او الفطير المشلتت. انا عملت لكم فيديو عن الفطير المشلتت وشوفوا ازاي طلع جميل. ان شاء الله ده باذن الله يطلع حلو.
هنبتدي الحركه اللي عملتها لكم المره اللي فاتت، بنرفع كده الفطير بتاعنا اهو بالشكل ده، نشد فيه عادي مش هيتقطع ولا اي حاجه معانا اهو. اهو حبايبي بالشكل ده بنلفه كده، بس احنا بنكون بنشد. هو ما شاء الله الفطيره عامله مطاطه جدا اهو. بصوا بعد ما شدناها شايفين اتفرد بالشكل الكبير ده. هنحطها برضو على الفطيره بتاعتها اختها. طبعا ما تنسوش حبايبي زي ما قلت لكم الاطراف اهم حاجه، ما تطلعش معانا ايه الاطراف ناشفه، لا عايزينها تطلع حلوه زي بقيه الفطيره كلها. بندوس عليها خالص كده عشان خاطر تبقى الفطيره بتاعتنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله اتفردت حلو خالص كده اهو. هنحطها على الفطيره اختها وعلى الفطيره التانية، نحط لها شويه دقيق فوقيها، وهنحط الفطيره التانية اهو عليها، وهكمل بقيه الفطير حبايبي اهو. نحط لها دقيق وهجيلكم اهو حبايبي. بعد ما خلصنا كل كميه الفطير كله فوق بعض، هنيجي اوريكم ازاي ان انا ايه هسويها في الفرن عندي. تعالوا معايا تشوفوا ازاي الفطيره بتستوي. اه حبايبي الفطيره هي وفي الفرن، بس انا ما عنديش الصاج مستطيل مدور، عندي مستطيل، فقلبت الصينيه عندي وحطيت عليها ايه الفطيره بتاعتنا. ايه يا حبايبي شايفينها اهو. هقلبها لكم دلوقتي، خليكم معايا هقلبها لكم. اول ما احس ان هي خلاص ابتدت تستوي وتقب لفوق كده يا دوب سنتي، هبتدي اقلبها. اه حبايبي الفطيره نقلبها على الناحيه التانية 5 دقايق وهطلعها على طول. اه حبايبي الفطيره بتاعتنا بقت زي الفل كده، نقدر نطلعها. شايفين اهي استوت وبقت زي الفل حلو خالص اهي. هنطلعها ونكمل بقيه الفطير بتاعنا واوريهولكم. رجعنا لكم حبايبي بعد ما خلصنا بقيه كميه الفطير كلها. زي ما انتم شايفين ما شاء الله عملت 11 فطيره تمام. وفي حبايبي لو عايزين مثلا زي ما قلت لكم تعملوا اكتر من كده من الكيلو على حسب حجم الرقاق اللي انتوا عايزينه. ادي الرقاق الابيض او الرقاق الناشف او الفطير الابيض بكل المسميات بتاعته. وادي زي ما انتوا شايفين شكله حبايبي اهو من قريب كمان اهو. شايفين الفطيره حلوه ازاي ما شاء الله، شكلها يفرح اهو حلو خالص جميل. وخلي بالكم حبايبي ما بياخدش سوا كتير، يعني يا دوب 4 دقايق وتتقلب على الناحيه التانية ويطلع على طول. وبعد ما بيطلع وبيتعرض للهواء هو بينشف تلقائي، يعني ما نسيبهوش ينشف جامد في الفرن. زي ما انتوا شايفين حبايبي احلى فطير من مطبخ ام عبد الرحمن السعديه. وكل سنه وانتم طيبين. يا ريت يعجبوا الفيديو ده، يا ريت يا حبايبي ما تنسونوش في اللايك والاشتراك وتفعلوا القناه كده، وعايزه قناتي تكبر بيكم باذن الله. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من مطبخ ام عبد الرحمن السعديه.